السلام عليكم. معاكم أحمد السيسي مؤسس نادي القراءة العملية. أهلا بكم في كورس Create a Personal Branding Statement مقدم مجانا هدية لكل الفانز بتوع نادي القراءة العملية. هنتكلم في الكورس ده عن البيرسونال براندنج ستيتمنت، يعني ايه هي اصلا وهتفيدني ازاي وامتى استخدمها وهستفيد بيها ازاي في حياتي وكل الكلام ده. بس قبل ما نبدأ نخش في التفاصيل دي خلينا الاول نعرف الكورس هيمشي ازاي. الكورس هيبقى عبارة عن سلسلة فيديوهات ان شاء الله مش هتاخد اكتر من نص ساعة او ساعة باذن الله. هتكون مقسمة لمرحلتين او 3، عبارة عن ان احنا في الجزء الاول هنتكلم عن البيرسونال براندنج ستيتمنت بشكل عام كده وشكلها عامل ازاي والتمبلت بتاعها عامل ازاي، والجزء التاني هيبقى على البراكتيكال ستيبس والخطوات العملية اللي كل واحد فيكم هياخدها وهيطبق عملي معانا، والجزء الاخير بقى هنشتغل فيه بايدينا وهنشوف كل واحد فيكم هو البيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعته ايه. بس يمكن الكلمة دي تكون غريبة على ناس كتيرة جدا فيكم، فخلينا كده نعرفها واحدة واحدة عشان الناس ما تتوهش مننا. البراندنج ستيتمنت هي باختصار الطريقة اللي انت بتهايلايت كل الحاجة القوية والمميزة فيك انت مع كل واحد بتشوفه. بتهايلايت، وناخد بالنا من كلمة هايلايت، مش مجرد يعني هي مش السي في بتاعك ولا اي حاجة، هي عبارة عن جملتين بالظبط انت بتعرف فيهم الشخص الجديد اللي انت هتقابله ده انت شاطر في ايه، بتعرف تعمل ايه، الفاليوز بتاعتك ايه، القيم بتاعتك ايه، والكلام ده كله. طبعا دي مفيدة جدا وهنتكلم فيها وامتى نستخدمها وهكذا، بس دي هتميزك لان اغلب الناس للاسف مش بتعرف تعرف نفسها كويس، مش فاهمة يعني ايه اصلا ال انا عايش ليه، انا مميز في ايه وايه شغفي وهكذا. فخلينا نخش كده نبدأ في مقدمة صغيرة. هي باختصار زي ما الصورة هنا مكتوبة get yourself noticed، يعني خليك مميز، خلي الناس تلاحظك. لما تكون مثلا في ايفنت وناس كتيرة جدا حاضرة فيه، ايه اللي هيخلي الناس دي تعرفك انت؟ مثلا في خلال 30 ثانية قابلت واحد على السلالم كده، حد مهم جدا وعايز تعرف نفسك ليه، هو بيبقى عايز يعرف منك انت شخص مهني وشاطر ولا لا. فالبيرسونال، لو عندك بيرسونال براندنج ستيتمنت قوية تقدر في 30 ثانية بالظبط تعرف نفسك والشخص ده يهتم جدا بيك ويفتكرك مدى الحياة. بس خلينا اسألكوا سؤال زي ما الاربع اسئلة اللي احنا بادئين بيهم هنا. تعرف ايه عن نفسك؟ ايه اللي انت شاطر فيه؟ ايه اللي انت شغوف بيه؟ ايه انت عايش ليه وبتسعى عشان ايه؟ وايه رسالتك في الحياة؟ الأسئلة دي رغم انها تبان بسيطة بس اجابتها صعبة جدا على ناس كتير قوي. على الرغم ان لو سألتك انت تعرف ايه عن صاحبك هتقول لي اعرف عنه كل حاجة وعارف هو شاطر في ايه ومميز في ايه وشغوف بايه، بس لما اسألك عن نفسك انت للأسف اغلب الناس مش بتعرف، ودي مشكلة كبيرة جدا. عشان كده الناس بتخش في وظائف مش بتحبها او بتدرس حاجات مش بتحبها، لان باختصار هو مش بيبقى واعي بنفسه او ما خدش وقت كفاية انه يتعرف على نفسه اللي ربنا اداهاله، دي الامانه اللي معاه، وايه هي الحاجه اللي هتميزه جدا وهكذا. فاحنا النهارده هنحاول على قد ما نقدر نفتح في عقل كل واحد فيكم ونديكوا الخيوط اللي تقدر تمشي عليها بحيث تبدا تعرف نفسك كويس جدا. وزي ما مكتوب هنا في الجملة الأخيرة، البراندنج ستيتمنت is a short summary of your most significant qualities، يعني التالنتس، السترينثs، الباشنز، الفاليوز بتاعتك، كل الحاجات دي هي بتبقى يعني ملخص ليهم وبتهايلايت الكلام ده كله. فتخيل لما اقابلك وتقول لي كل الحاجات دي في جملتين بالظبط، انا عمري ما هنساك وعارف انت شاطر في ايه وهعرف انت هتفيدني ولا لا، ونقدر يبقى في نتورك قوية بيننا ولا لا. برضو البيرسونال براندنج ستيتمنت باختصار ايه الحاجة اللي هتخليك مميز، what makes you unique. لو عرفت تجاوب على السؤال ده هتقدر تعمل من خلاله البيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعتك. اهميتها في ايه؟ زي ما قلنا بتشير ذات you know you، ان انت عارف نفسك كويس جدا، ان انت واعي بنقاط القوة بالقدرات بتاعتك، عارف انت اخرك فين، عارف انت انهي شغل هتبدع فيه، ايه الحاجات اللي انت تقدر تتميز فيها وايه اللي لا. وبرضو بتهايلايت البيست نيو، الحاجة اللي انت شاطر جدا فيها. زي ما مكتوب هنا برضو في الصورة ان انت هتقدر من خلالها يبقى عندك كلير وبروفيشنال ومينينجفول براندنج ستيتمنت. طيب خلينا كده نخش ونبص عليها وعلى التمبلت بتاعها، وهي بتتكون من ايه الجملة اللي تقدر تخلي الواحد يبقى مميز جدا دي وشاطر جدا.
زي ما احنا شايفين كده في الصورة، هي حاجة يعني بسيطة جدا بس قوية جدا جدا. هي بتتكون من سطرين. السطر الاولاني بيبقى فيه التالنتس بتاعتك والسطر والباشنز بتاعك، والسطر التاني بيبقى فيه الهوية بتاعتك، انت شايف نفسك ازاي، وبعد كده الاكشن فيربس وكل اللي انت بتعمله ده بتعمله ليه. ما تقلقوش الكلام ممكن يبقى يعني مش واضح، بس هناخد امثلة كتيرة وهنبدأ نشتغل مع بعض ان شاء الله. بس خلينا بس نتكلم امتى نقدر نستخدم البيرسونال براندنج ستيتمنت. تقدر تستخدمها في مليون استخدام طبعا، بس احنا هنقول كده حاجات سريعه. ممكن في لما تيجي تعمل دايره علاقات مثلا، سواء على المستوى الاجتماعي او على المستوى المهني بتاعك، ممكن تستخدمها كاوبننج ستيتمنت لو في انترفيو مثلا، والشخص الاتش ار اللي بيعمل لك الانترفيو بيقول لك انتروديوس يور سيلف، فهو مش بيبقى عايز يسمع منك ان انت مثلا عندك كام اخ وكام اخت واتولدت فين، لا هو عايز يعرف انت شاطر في ايه، مميز في ايه، هتضيف ايه للشركه وهكذا. هتساعدك جدا برضو لما تيجي سيلف انترودكشن كده، مقدمه سريعه عن نفسك، هتساعدك لما تقابل ناس جديده سواء على المستوى الشخصي او على المستوى المهني، ان انت تعرف نفسك بقوه جدا وتعرف انت ايه المجالات اللي انت تقدر تفيدهم فيها. فده التمبلت بتاعنا اهو. بنقول 3 تالنتس، 3 مواهب. وخلينا نعرف تعريف سريع كده للتالنت، الموهبه اللي هي what you are naturally good at، يعني الحاجه اللي انت ربنا خلقك بيها طبيعي انت شاطر فيها. الباشن طبعا اللي هو الحاجات اللي هي بتلهمك، الحاجات اللي مش لازم تبقى شاطر فيها على فكرة. الباشن هي الحاجة اللي بتديك انرجي وبتديك طاقة وبتخليك مش عايز تنام، الحاجة اللي عينك بتلمح كده لما بتشوفها، ده كده الباشن. الايدنتيتي بقى هنا معناها is how you see yourself، انت شايف نفسك ازاي، يعني انت الشخص اللي بتعمل ايه او الحاجة بتشوف نفسك ازاي. في واحد مثلا بيشوف نفسه اجتماعي جدا، واحد بيشوف نفسه ان هو شخص بيعرف يتواصل مع الكل، واحد تاني بيشوف نفسه ان هو يعني بيقدر يتكلم مع اي حد في اي حاجة. فكل واحد فينا عنده حاجة بتميزه. فالايدنتيتي هي انت شايف نفسك ازاي، how you see yourself. الفيربس بقى هنا اللي هي الاكشن ووردز بتاعتك، دي بتشير how you deliver، يعني انت بتوصل ازاي what matters to you اللي هي اخر جزء في الجملة. و what matters to you بقى اللي هي يعني من الاخر انت عايش ليه، ايه البيربس وغرضك في الحياة والحاجة اللي انت بتسعى عشانها. خلونا ناخد مثال سريع كده ونخلص فيه اول فيديو. ده هنا دي مثال على البيرسونال براندنج ستيتمنت. حد كاتب مثلا I am an optimistic, thoughtful and responsive person who loves to find ways to inspire and engage others. As a great connector, I tune in, listen to, and care about what people have to say to be able to help them success in work and life. تعالوا كده نقسم بسرعة. هو هنا زي ما بنتعلم كده optimistic دي talent، و thoughtful و responsive دول كده 3 مواهب ربنا اداهم له. والباشن بتاعه ان هو بيحب inspire، بيحب يلهم الناس ويتواصل معاهم. طيب الايدنتيتي بتاعته هنا ايه؟ as a great connector، يعني شخص مستمع جيد زي ما بيقولوا، او بيتواصل مع الناس وكل انواع الشخصيات. طب ايه الفيربس بقى اللي تأكد الجملة دي؟ هو بيقول I listen to، بسمع، and care about، وببقى حريص جدا عن اللي الناس بتقوله what people have to say. طب ليه يا عم بتعمل كل ده؟ ايه غرضك؟ ايه what matters to you؟ قال to be able to help them success in work and life، عشان اساعدهم يقدروا ينجحوا في الحياة وفي الشغل بتاعهم. ده كده كان مثال بسيط عن البيرسونال براندنج ستيتمنت. تقدر من خلالها تعرف الشخص ده شاطر في ايه مهنيا. هو كده عرف لك كل حاجة عن نفسه، هو عايش ليه وبيحب ايه والباشنز بتاعه ايه وبيعمل ايه في حياته. ان شاء الله على اخر الكورس كل واحد فيكم هيبقى عنده البيرسونال براندنج ستيتمنت، وهيبقى معاه الهوية بتاعته اللي يقدر يخش بيها ويتعرف بيها على ناس كتيرة جدا. طبعا ان شاء الله سلسلة الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ولو حد عنده اي سؤال يسيبه في كومنت تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.